الأصل في مرضى القلب إن هو ينفع يصوم، طب إمتى يفطر؟ ده سؤال بنتسأله كتير جدًا، في ناس بتخاف إن هي حتى تسأله عشان بتبقى رافضة فكرة إن هي تفطر في نهار رمضان. هاقولها لك بصراحةً وبسيطة عشان تبقى فاهم وتبقى عارف إمتى حضرتك تفطر وإمتى لا حرج عليك. لو أنت مريض ضغط ولقيت صداع شديد وقست ضغطك ولقيت الضغط بقى عالي جدًا لأرقام حرجة، يبقى في الحالة ديّة يُفضّل إن إحنا نفطر. لو حضرتك مريض قصور شريان تاجي وابتديت تحس بآلام شديدة في صدرك مع أقل حركة أو حتى وأنت قاعد وأنت صايم، يُفضّل إن إحنا نفطر. لو حضرتك عندك ضعف في عضلة القلب ولقيت نفسك ان انت في نهار رمضان مش عارف تاخد نفسك، ضربات قلبك سريعه او غير مستقره ورجلك مورمه لدرجه ان انت مش عارف حتى تدخل التواليت، يبقى في الوضع دوت نفطر. لو لقينا ان احنا مع اقل مجهود بيجي لنا اعراض او بيحصل لنا اغماء او بيحصل لنا لا قدر الله تصارع وعدم انتظام في ضربات القلب، في حاله زي كده لازم نعرف السبب، ولو اضطرينا ان احنا نفطر نفطر. الموضوع ما فيهوش اي قلق، الموضوع ما فيهوش اي حرج، دي رخصه ربنا مديها لك، ما تزعلش، ما تاخدش الموضوع على نفسك ازاي انا بفطر في نهار رمضان. لا، الموضوع ما بيتقالش كده خالص. ربنا على قد ما هو فرض علينا الصيام على قد ما هو رحيم بينا، ادالك رخصه ان انت تفطر، وان انت كده هيتحسب لك بدل الاجر اجرين. فانت ما تاخدش الموضوع انا عجزت وبقيت مش قادر ان انا اصوم والعيال الصغيره بتصوم وانا لا، لا، ما تحسبهاش كده خالص. احسبها ان انت ربنا قد ايه بيحبك واختصك برحمته عشان تفطر.